ما انت برضه حط نفسك مكاني، ما انا كنت ساعتها شاب وفي عز مراهقتي وماشي اجعر في البيت، فاروح افتح التلفزيون الاقي واحده قاعده لي في البانيو بتطلب مني الطلب ده، فبكل امانه ما قدرتش اصفي النيه. حركه ذكيه من المخرج وصل للناس وضعنا المهبب زي الراجل ده كده. يا عم بلاش احكم انت، انا راجل صحيت الصبح في بدايه الالفينات ما اعرفش ان في فيلم نزل اسمه العيال هربت، فلقيت عم صلاح عبد الله الشارب ابو عزه والناس الحلوه اللي معاه دي بيتكلموا معايا كلمتين. اوعى حد يقول له لا، كله يقول له اه، واللي يقول ابو عزه يمشي يا انت وهو يا عم هنحافظ عليها دي زي بنتنا، اصل عزه اصيله وبنت ناس وحنينه، زي ما عزه غاليه عندك غاليه عندنا. فتفهم من كده ايه كلام محترم، كلام موزون، راجل بيوصيهم على بنته. فجأة من النور كده تلاقي كلام الأغنية راح لسكة يعني مش عارف أشرحها لك، حاول أنت تصفي النية. عزة ما ركبوها بشوات، الله الله أبو عزة، والملك حمص بالذات. طب ده كلام ده طب أفهم إيه؟ يعني أنا ما شفتش لسه إن ده فيلم، أفهم إيه؟ بلاش أنا يا عم، الأستاذة عزة بقى نفسها يعني في الموقف ده كانت ساعتها بتعمل إيه؟ عزة يا مزفة أمرة يا مجالها ملوك من بره. وراهنا هو لو في حد من الجين زي دلوقتي بيتفرج علينا هو ما يعرفش فين عزة في الكليب، بيدور عليها. اللي يركب عزة يركب من اليمين مش بالشمال. هو فيها خلاص يا عم صلاح، انت فرحان قوي ليه كده يا عم صلاح؟ الاستاذه رانيا بقى الشهيره بروبي الموضوع معاها كان مختلف، اللي يعجبك فيها ان روبي كانت صريحه وواضحه من الاول. بص يا باشا انا طالعه لك اشقيك بكره هتعرف وتشوف بعدي ما هو يا انا يا انت. وعشان برضو يبقى في رساله من الفيديو زي الافلام كده، لو حضرتك فوق ال 2005 وبتتفرج عليا عايز اقول لك ان برغم كل الضغوطات اللي كانت حوالينا دي بس ما كانش في تحرك، اخرك تكروز انت وصاحبتك لغايه سفاري الكارت صد رد وترجع على طول. وفي 2005 ومن النووير كده بينزل كليب بيفرقع ويكسر الدنيا والبنت تختفي تاني. فاكر الدخله دي؟ ماشي يا سيدي، دي رنيم حبيب قلبي. تعرف تعد؟ حبيب قلبي حياة قلبي شغل قلبي تعب قلبي جرح قلبي، بيظلمني بيألمني يعذبني بيجرحني بيتعبني. لاخر الاغنيه بقى احنا مكملين على كده، ومع ذلك الاغنيه نجحت وكسرت الدنيا والبنت اختفت. لو حد يعرف السبب يقول لي في الكومنتات. تاني غلبني قلبي حياة قلبي شغل قلبي تعب قلبي جرح قلبي. بص انا هقول لك اسم المطربه اللي بتغني، شيرين وجدي، هي بقى هتقول لك اسم الاغنيه. كل ده 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 هموت اموت يا ريت والله. ومع المجهود الجبار اللي بذلته شيرين وجدي في تسجيل الاغنيه دي لما نزلت كسرت الدنيا. واخر حاجه هوريك نجم من نجوم الصف الاول دلوقتي كان ساعتها طالع موديل في الاغنيه دي، لو عرفته اكتب لي اسمه في الكومنتات. وفي 2004 تظهر لنا نسخه ضرب من محمد منير. عارف لما تجيب كده كوتش ابيضوس؟ ده اللي حصل لنا مع الاستاذ شندو الشهري بعبهاتي. يا مزاجه يا دماغه مصراوي عينه منك. وبرضه الاغنيه نجحت وكسرت الدنيا ومعرفناش مين هو عبد الهادي. يسكت؟ لا، راح مستثمر النجاح ده في فيلم بقى. انا كنت عجوز ورجعت شباب، من غيره بعيش في مرار وعذاب. طب سؤال الحلقه، حد من جيلي بعد 20 سنه عارف ايه هو السنجل لاب؟ اكتب لنا في الكومنتات. السنجل لاب صدقني اهم، يا سلام لو كان ويا عناب. والاغنيه نزلت من هنا واكنك رميت قنبله.
كسرت الدنيا. دي يا سيدي سيمون، فتاة احلامنا كلنا في الفترة دي. عندك انت هترسمني ولا ايه؟ واخدني حته حته لقفوه ده انا شرعشه من عيطك ونضف سناني بعدها بوحيد زيك. خبر اسود. هي دي سيمون برضو، بس انا مش هتكلم عن دي، انا جاي اتكلم عن دي. انا دقت خلاص عليه ونجح لي حنيني اليه وبقول له يعشق قلبي ازاي ما يبانش عليه دق. بص، هي فكرة الكليبات نفسها جاية من سيمون. يعني ده مثلا اول كليب في مصر. تاكسيات رايحين جايين قدام عينيا ومش فاضيين. تاكسي انت سامعني. وبرغم ان هو اول كليب في مصر، بس والله الفكره كانت كرييتيف، ولو سمعت الاغنيه كلها هتعجبك جدا. واحده عندها ميعاد مع حبيبها الساعه 3 ومفيش ولا تاكسي راضي يقف لها. ميعاد حبيبي 3 تمام والساعة عدت بدقيقتين. بتمنى اروح له بسرعة اوام. طب بس قولوا اروح له منين؟ تاكسي. وطبعا عشان هي صاحبه اول كليب في مصر، فاي كليب كان بينزل كان دايما بيبقى مختلف. طب اقول لك على حاجه واسال ورايا، مصر كلها كانت بتتلم قدام التلفزيون اول ما تسمع كلمه مش نظرة وابتسامة مش كلمة والسلامة دي حاجات كتيرة ياما. لو ناوي